أفضل مصدرا للبروتين، أفضل مصدرا للبوتاسيوم وللألياف والمعادن والفوسفور وحامض الفوليك. تحتوي على فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E. تستخدم في معالجة الأمراض المختلفة التالية: السرطان، آلام المعدة، آلام الجلد، ضيق التنفس، الحساسية، السعال، وجع الضرس، الربو، الملاريا. ويتم استخدامها من أهل اليمن في معالجة الحمية والملاريا، فيتم قطف النبتة واستخلاص أوراقها في الماء إلى أن تنضج، ويتم إضافة بعض التوابل المختلفة مثل الثوم، الفلفل، البسباس، ويتم تناولها مع أكلة العصير. الاسم العلمي سيسس روتانديفاوني. تؤكل أوراق الحلص مطبوخة علاجا لحمى الملاريا، والنساء في أوائل حملهن حريصات على أكل أوراقها، وكانوا يضمدون بأوراقها بعد تسخينها موضع الختان من الأطفال الذكور فتمنع تلوثه، تساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، تحسن وظائف الكبد والكلى، وتخفف من التهاب المفاصل. فماذا تعرف عن شجرة الحلص؟ وهل تتواجد في دولتك؟ وماذا تسمى بلهجتك؟ شارك لتعم الفائدة.